كيفك يا قمر؟ شو رأيك اليوم أنا وياكي نعمل هيدا اللوك الزيتي يلي لابق على لون العدسة يلي أنا حطيتها مع هيدي السحبة الناعمة يلي عملتها على كسرة الجفن. فإذا حبيتي الفكرة يلا خلينا نبلش. بالبداية رح استخدم هيدا الكونسيلر من تارت ورح طبقه على كامل الجفن. رح استخدم هيدي الباودر مع فرشاية فلافي حتى ثبت فيها الكونسيلر ونحضر الجفن لتطبيق الاي شادو. ومن هدى بيوتي رح استخدم هيدي الباليت لحتى طبق فيها الالوان الاساسيه بالجفن، ومثل ما انك شايفه رح استخدم هيدا اللون كلون انتقالي وطبقه على كامل الجفن. وحتى اعمل السحب الخفيفه يلي قلتلك عنها رح استخدم هيدا اللون من نفس الباليت ورح طبقه على شكل مثلث كبير واطلع فيه فوق الجفن المتحرك بهيدي الطريقه. وبفرشاية الدمج من ريل تكنيك رح ابتدي ادمج السحبة يلي عملتها، وشوفي كل ما دمجتي اكتر وبفرشاية اكبر كل ما السحبة رح تختفي وتصير انعم. وبلوك اليوم حابة خليها ناعمة فدمجتها كتير حتى صارت بهيدا الشكل. ومن بعدها طبقت نفس اللون الانتقالي على خط رموشي السفلية من تحت. الخطوة يلي بعدها رح استخدم هيدا اللون الزيتي كلون اساسي على الجفن المتحرك، وفرشاية مسطحة رح طبقه بطريقة الطبطبة. وطبعا أنا بفضل الألوان يلي بحطها على الجفن المتحرك طبقها بإيدي تعطيني ألوان مركزة أكتر، بس اليوم حبيت غير لكم شوي. من بعد ما دمجت الفواصل الحادة رح طبق هيدا اللون من نفس الباليت على زاوية العين الداخلية حتى فتحها شوي. وبالنسبة للكحل رح استخدم هيدا الكحل ولونه أخضر غامق كتير رح يناسب الألوان يلي استخدمتها ويبرزها أكتر. وتأبرز اللون الزيتي أكتر استخدمت هيدا الجليتر ورح طبقه على الجفن المتحرك. وللإضاءة رح استخدم هيدي الإضاءة من أوفرا ورح طبقها على زاوية العين الداخلية وعلى عظمة الحاجب من فوق. وتأسحب العين أكتر اليوم ما رح استخدم آيلاينر، رح استخدم هيدا الكحل ورح أعمل شكل آيلاينر ورح أدمجه بفرشاية الدمج الصغيرة من شانيل. وبعد ما كبست رموشي رح استخدم هيدي الماسكارا من ستيلا ورح مشط فيها الرموش. واخر شي رح ركب الرموش بهيدي الطريقة. وهيك بيكون خلص اللوك اليوم. قليلي شو رأيك باللون الزيتي يلي طبقناه على الجفن المتحرك؟ طبعا اللون الزيتي من الألوان الرائعة والقريبة كتير لقلبي، بيعطي العين إطلالة جذابة وخصوصا لو كنتي حاطة عدسة لونها بيناسب الألوان يلي طبقتيها على الجفن. إذا عندك أي سؤال اكتبيلي بالتعليقات وما تنسي تشتركي بالقناة حتى يوصلك مني كل جديد. بحبكن كتير وإلى اللقاء.